ده موجه للحكومة المصرية اللي بتستخدم اللين في طريقتها مع اللاجئين على أراضيها. النهاردة الاتحاد الأوروبي بيقدم مساعدات اقتصادية مليار دولار للبنان غير الدعم السياسي، وفوق ده كله بيشجعها على قراراتها ضد اللاجئين على أراضيها. ليه بقى؟ الاتحاد الأوروبي يعلم تمام العلم الأزمات اللي بيختلقها اللاجئين في البلد المستضيف، فمنع دخول اللاجئين لأراضيه سواء بشكل قانوني أو بشكل غير قانوني. طب عمل إيه؟ لما لقى ان لبنان بدأ يضيق الخناق على اللاجئين السوريين على اراضيه، وبدأ يتخذ اجراءات ضد اللاجئين السوريين على اراضيه وبيشجعهم للعودة مرة تانية لدولتهم، قال لك ان تضييق الخناق ده ممكن يدفع اللاجئين للهجرة لاراضي الدول التابعة ليا. طب انا الحق نفسي، راح عقد اتفاقيات مع لبنان، دعم سياسي كبير جدا بالاضافة الى دعم مالي مقدر بمليار دولار من نص 2024 اللي احنا فيه لحد 2027 على دفعات. طيب ده مقابل ان لبنان يشتغل حائط صد قوي ضد هجرة اللاجئين من اراضيه لاراضي الدول التابعة للاتحاد الاوروبي. طب ما مصر شغالة كده، مصر قافلة بوابتها ضد هجرة اللاجئين من اراضيها او من افريقيا بالكامل للدول الاتحاد الاوروبي. ليه مصر ما بتعاملش معاملة لبنان؟ هقول لك انا، لبنان بدأت تبتز دول اوروبا عن طريق الضغط على اللاجئين على اراضيها، ومش بس اللاجئين السوريين مؤخرا بالمناسبة، ده اللاجئين الفلسطينيين كمان اللي قاعدين في مخيمات من 1948 على اراضي لبنان. يعني لا بيتمتعوا بحقوق اجتماعية ولا حقوق مدنية، يعني تمييز تلاقي، اعتقال تلاقي، استغلال تلاقي. وبالمناسبة في تقرير صدر للمفوضية الأوروبية بيتكلم عن ان لبنان اكتر بلد عربي استقبل مساعدات للاجئين، ده بعده على طول الأردن، ثم اليمن، ثم العراق، ثم مصر. مصر أقل دولة عربية استقبلت مساعدات. ده بسبب إيه؟ بسبب طريقة اللين اللي بتستخدمها مع اللاجئين، ما بتضغطش على دول أوروبا، وفي نفس الوقت طريقة اللين اللي بتستخدمها مع دول أوروبا مفيش ضغط. اهو طريقه الضغط دي هي اللي نجحت لبنان في استدعاء اموال الاوروبيين يجوا لحد عندها ويعرضوا عليها المساعدات الماليه. رئيسه المفوضيه الاوروبيه والرئيس القبرصي لسه كان في لبنان من اسبوع وبيطلبوا منها ان هي تاخد المساعدات الماليه. لبنان ما راحتش لحد دولهم لحد اراضيهم واستجدت مساعدتهم زي مصر ما بتعمل. اهي قدامك طريقه ناجحه وعامله مفعول. والنبي محدش يقول لي اخوه وعروبه وبتاع، لان لبنان بلد عربي وجار سوري وفلسطيني، ومع ذلك ما رعاش لا حق الجيره ولا حق الاخوه. دلوقتي فقط المصلحه اللي بتحكم.